السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل بقى شوية كده قراقيش او منين بالعجوة كده. لزوم الدفا بقى، الجو برد كده، فقلنا ايه نعمل شوية قراقيش بالشمر واليانسون كده، ريحتهم تحفة. حضروا بقى الحليب وحضروا الشاي او الشاي بحليب، ويلا بقى اقول لكم عملنا جمال ده كله ازاي. بجد كده ناعمة على مقرمشة، يعني عايزة اقول لكم كده ميكس رهيب رهيب، دايبة وفي نفس الوقت فيها قرشة كده. يعني بجد والله جربوها، طعمها تحفة وريحتها كانت قلبة الدنيا. يلا بقى من غير رغي كتير اقول لكم عملنا المكونات دي ازاي. اول حاجة كده نصلي على الرسول ونسمي الله، ونحط معانا كده كيلو دقيق في العجان. هنا انا مستخدمه دقيق الحاوي او دقيق الاهرامات. هنحط 3 معالق كبار من السمسم المحمص، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان رشه ملح خفيفه خالص، و3 معالق سكر بودر، و3 معالق كبار من النشا، وكيس فانيليا، ومعلقه ونص خميره فوريه. معلقه كبيره ونص خميره فوريه. عندي هنا معلقه ينسون ومعلقه شمر كبيره. جبت طاسه كده حمرتهم على النار لحد ما شميت ريحتهم، وبعدين طحنتهم وحطيتهم. معلقه شمر ومعلقه ينسون. عايزه اقول لكم بتدي القرقيش ريحه تحفه. عندي هنا بقى كمان نص كيلو او 500 جرام من السمنه السايحه. عايزه القراقيش تكون ناعمه شويه، هتشيلي نص كوبايه من النص كيلو سمنه السايحه دي، وتحطي مكانها نص كوبايه زيت. عايزاها تكون مقرمشه يعني كده وحلوه وماسكه نفسها، هتشيلي من نص كيلو سمنه دول كوبايه كده، مج من السمنة، وهتحطي مكانه مج من الزيت. المهم نص كيلو سمنة على زيت الدهان، ما تحطيش زيت كتير عشان بيقرمشها شويه. بعد كده بقى حطيت المواد الجافه على بعضها، هنزل بقى على المواد الجافه بالسمنه على زيت السايحين. انا حطيت زي ما قلت لكم نص كيلو سمنه، بس شلت منه نص كوبايه وحطيت مكانها زيت. عايزاها انا بحبها ناعمه شويه، لو عايزاها انت ناشفه شويه هتشيلي من نص كيلو سمنه السايحه كوبايه وتحطي مكانها كوبايه زيت. تمام كده. هبس بقى العجينه كويس، وبعد ما بسها كويس هنزل بكوبايه من الحليب الدافي او الميه الدافيه، وهعجن كده واشوف العجينة اخبارها ايه. لو احتاج تاني هزود نص كوباية. النص كوباية التانية دي هتزوديها بالتدريج لحد ما العجينة تبقى تمام معاكي. انا حسيت ان هنا الكوباية الحليب ما كفتش، فزودت نص كوباية حليب كمان دافية، يبقى كده المقدار حطيت عليه كوباية ونص من الحليب الدافية، لحد ما وصلت معايا العجينة كده تمام، وبقت يعني اعرف اشكلها. انا طبعا مش هخمرها، لازم اشتغل بيها وهي سخنه كده، ان طبعا الجو برد جدا فالسمنه هتقفش معايا. فاغطيها كده على ما اطري العجوه بتاعتي. هطري العجوه ازاي بقى؟ حطيت معلقتين سمنه كده وممكن تحطي كمان معلقتين سمسم ومعلقه قرفه ناعمه، بتوديها في حته تانية، وهتعجنيها كويس كده لحد ما العجوه تطرى معاكي. طب لو العجوه ناشفه لسه ما طرتش، هنيجي كده على النار نحط معلقتين ميه ومعلقتين سمسم ومعلقتين سمنه، ونسيح العجوه دي، هتطرى معاكي وهتبقى زي الملبن. يلا بقى نشتغل في القراقيش على طول. اول حاجه بقى هعمل القراقيش اللي هي الساده. طبعا الصاجات انا محضراها جنبي. عايزه اقول لكم العجينه جميله وحلوه معايا. انا بريحش العجينه الا بعد ما بشكل القراقيش. اول ما بشكل القراقيش بقى بروح جايه مخمرها على الصاجات براحتها. وطبعا عايزه اقول لكم الجو برد، انا حطيت معلقه ونص خميره كبيره. لو انت بقى في الصيف هتحطي معلقه كفايه، لان طبعا الصيف في الحاجه بتختمر على طول، انما في الشتاء الحاجه يعني ايه بتغيب شويه في الخمر. عايزه اقول لكم كمان انا بعد ما شكلتها يعني حطيت الدفايه جنبها كده علشان تختمر على طول. فانتي تسيبيها تختمر وترفع براحتها خالص ساعتين 3 4 لحد ما تختمر براحتها خالص. كل ما هتختمر كل ما القراقيش هتنفش معاكي وهتبقى هشه من جوه وجميله. وطبعا معلقه البيكنج باودر الكبيره دي يعني بتخلي القراقيش منفوخه وحلوه كده. لفيت بقى دي اللي انا هحشيها بالعجوه، لفيتها رول كده وهلفها وهقطع، وبعد كده هفردها وهبططها زي ما انتوا. يعني الحته دي مش محتاجه ان انا اتكلم فيها، لانها يعني الحته دي شرحه نفسها، ان انتوا تشوفوها افضل من ان انا اشرحها يعني.
تمام كده. يبقى تمام كده في المكونات. النص كيلو سمنة اساسي. عايزة تعمليها بسمنة بس تمام مفيش مشكلة، بس هتبقى ناعمة شوية. عايزاها فيها يعني سنة نعومية بسيطة، هتشيلي من نص كيلو سمنة السايحة نص كوباية، وهتحطي مكانها نص كوباية زيت. عايزاها فيها قرشة شوية، هتشيلي من نص كيلو السمنة السايحة كوباية السمنة، هتشيليها وتحطي مكانها كوباية من الزيت. تمام كده. يا رب تكونوا فاهمين. عايزين تعملوها بزيت بس هتبقى ناشفه قوي معاكم. عايزين تعملوها بسمنه بس تمام. عايزين تخلطوا يعني مع بعض كده نص كيلو تمام، او زي ما انا قلت لكم كده. هتشيلوا نص كوبايه وتحطوا مكانها زيت، او كوبايه وهتحطوا مكانها زيت. هنقطعها بقى صوابع كده. شكلوا بقى براحتكم. انا عملت كمان مدور وعملت كده هتشوفوا دلوقتي في الفيديو عملت اشكال كتير. فانتي براحتك بقى. عندك بقى كمان بتبقى في قطعات كده جاهزة ممكن تعملي بيها. تمام كده. ده شكل بقى انا عملته مدور كده. هقول لكم عملته ازاي. وهجيب السكينة بقى من فوق وهفتحها كده، تبقى شكلها جميل قوي زي اللي بتتباع في الفرن جاهزة. لو وصلتوا معايا لحد هنا بقى ما تنسوش تضغطوا لايك. يعني وانا مش عايزه اقول لكم بقى انت حفظتوا. هسيبها بقى تختمر لحد ما انتفخت خالص كده بالشكل ده، وهولع الفرن بعد ما تختمر وتتنفخ معاكي كده. حطيها في مكان دافي. هولع الفرن بقى على درجه حراره 180. احطها في الرف اللي في الوسط. تاخد حوالي نص ساعة لو اتحمرت من تحت وكانت لسه ما اتحمرتش من فوق، هنحطها تحت على الصاجة تحت، ولكن هنطفي الفرن خلاص لانها اتحمرت من تحت. ونشغل الشواية كده لحد ما تاخد لون ذهبي. زي ما اقولكوا عايزة اقولكوا هنا فيها قرشة جميلة قوي، وفي نفس الوقت برضو دايبة. مش دايبة دوب يعني زي الكحك كده، لا فيها قرشة بنعومية كده جميلة قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.